أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حد فاهم حاجة على قناة A-Class Channel. النهاردة هنتكلم عن التقليد الأعمى. إحنا ليه بقينا نقلد الغرب في كل حاجة؟ تقليد أعمى من غير ما نفهم أو نحلل اللي إحنا بنقلده ده. لا، بنقلد وخلاص. موضة نقلد، أسلوب حياة نقلد، حتى أفكار مش مناسبة لبيئتنا ولا ثقافتنا ولا قيمنا نقلد ونقول ما هو العالم كله بيعمل كده. طب هو العالم كله عاش زينا؟ اتربى زينا؟ عنده نفس عاداتنا؟ نفس تركيبتنا الاجتماعية؟ احنا ليه بقينا ناخد الشكل ونسيب المضمون؟ نقلد المظهر من غير ما نفهم الظروف ولا الخلفية ولا النتائج. نقلد من غير ما نسأل هل ده يناسب مجتمعنا ولا لأ؟ هل ده يحترم قيمنا ولا لأ؟ هل ده هيبني ولا هيهد؟ والأغرب بقى إننا لما بنشوف حاجة غريبة جاية من الغرب وبنقلدها وحد ينتقدها يتقال عليه فوراً رجعي وضد التطور وضد العالم. التطور مش معناه إنك تلغي نفسك وتلغي هويتك وتلبس شخصية غيرك. علم النفس الاجتماعي بيسمي السلوك ده Blind Cultural Imitation، يعني التقليد الثقافي الأعمى. وده بيحصل لما مجتمع يحس إن هويته أقل قيمة، فيبدأ يقلد الأقوى من غير فلترة ولا وعي. المشكلة هنا مش في الاستفادة من تجارب الآخرين، المشكلة إننا بنقلد وخلاص من غير ما نختار. وده بيعمل حالة اسمها في علم النفس الاجتماعي تشوه الهوية الثقافية. يعني الشخص اللي بيقلد ده لا هو عارف يبقى غربي ولا هو محافظ على نفسه، فيبقى تايه ومرتبك ومش راضي لا عن نفسه ولا عن مجتمعه. احنا مش ضد أفكار الغرب ولا ضد التطور ولا ضد الانفتاح، احنا ضد إننا نسيب عقلنا على الباب ونقلد وخلاص. خد اللي يناسبك وسيب اللي ما يناسبكش. خليك متفتح بس حافظ على هويتك. قبل ما نقلد وقبل ما ننبهر وقبل ما نسيب عاداتنا وتقاليدنا نسأل نفسنا سؤال واحد: هو ده تطور ولا تقليد أعمى؟ حد فاهم حاجة؟ لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة واعمل لايك وشير وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.